حيا الله الإخوة والأخوات جميعا، اضغطوا لنا لايكات وإعجابات أيها الأكارم، اضغطوا لنا إعجابات بارك الله فيكم ولايكات. انا احب البغاشم واشت. والله أنت عارف كان في إيه يا شيخ؟ ايه؟ كنت بسأل المعممين دلوقتي وأقول ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ يعني إيه هي الفتوحات الإسلامية اللي قدمها الشيعة؟ هو العلوم اللي قدمها الشيعة؟ إيه الأشياء الواضحة البينة اللي قدمها الشيعة؟ والأمر لك، إن أحببت أن تجيب تجيب، إن أحببت أن نروح أنا وأنت دبي بسرعة ونتكلم بقى في الطريق وكده وخلاص يعني كما تحب. طب ما هي الاشياء اللي قدمها السنه، شو الفرق يعني؟ أقول لك الفرق يا سماحة الشيخ فضل. أول يعني حاجة السنه اخترعت بره السنه. أول حاجة خلينا متفقين يا شيخ، أنت ممكن أنت تخالف في هذا القول، لكن هذا اللي أسس هذه المدرسة الإخبارية اللي أسست هذه القواعد يعني يكاد يجمعون على ما أقوله، على أن علي بن أبي طالب جمع المصحف بالتفسير الصحيح والقراءة الصحيحة وعرضه على الصحابة، حتى قال ذلك محمد بكر المجلسي أيضا في البحار. فلما عرضه على الصحابة نظروا فيه، عرضه على الخليفة الأول والثاني، فوجدوا آيات تثبت نفاق الصحابة، ووجدوا آيات تثبت مكانة آل البيت والإمامة، فقالوا له لا يا علي، لا حاجة لنا في مصحفك هذا، خذه. فأعطوا المصحف لعلي، فقال إذن والله لن تروه إلا مع ولد الحجة. فأخذه علي وأعطى للإمام الحسن، والإمام الحسن أعطى للإمام الحسين، والإمام الحسين أعطى للبكر، والبكر أعطى للجواد، والجواد للرضا والهادي إلى أن وصل للإمام محمد بن الحسن العسكري وهو معه الآن. اختلف الأصولية مع الإخبارية فقالوا هذا الكلام صحيح، ولكن الذي أخذ هو مصحف الذي أخذ وهو مع المهدي الآن هو التفسير والتأويل وتأويل الآيات وأماكن الآيات الصحيحة، لكن القرآن ليس بمحرف. بعض الأصولية اختلفوا مع المدرسة الكبرى في ذلك، ولكن اتفقوا على أن المصحف الصحيح مع الإمام، والسنة الصحيحة وعلم الأنبياء مع الإمام، أليس كذلك؟ طيب. طب ما أنت شاطر وعارف كل حاجة يعني. أيوة، خلينا بقى نقطة نقطة بقى. يبقى ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ يبقى ما تقولي زي ما قدم السنة، ها هم السنة قدموا القرآن. القرآن ده اللي معانا، اللي قدموا أهل السنة والجماعة، اللي قدموا سادات هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فالقرآن الصحيح قدموه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه، لكن الشيعة لا قدموا قرآن ولا سنة. إمال القرآن والسنة فين؟ هيأتي، بس استنى بقى في آخر الزمان. بالله عليك يا شيخ فاضل، الإمام المهدي هيخرج بالمصحف الصحيح في آخر الزمان، هنعمل بيه إيه؟ ده هيبقى قتال يا شيخ فاضل، قتال مفيش. هنمسك هنعمل إيه بالمصحف الصحيح والعلوم الصحيحة اللي مع الإمام؟ ما يطلعها لنا دلوقتي. اتفضل. طيب تمام، وين السؤال؟ ما فيش سؤال يا شيخ، أنا حبيت بس أسلم عليك. السؤال لا، ما هو هذا تصريح منه السؤال. أنت بالبداية قلت إنه علي بن أبي طالب جمع الكتاب، وبعدين تقول الشيعة ماذا قدم. طب ما هذا علي شيعي، هو علي بن أبي طالب. ما هو قدم جمع الكتاب يا شيخ فاضل، والكتاب فين؟ وأخفاه زي وانت قلت لي. طب ما انت عارف كل حاجه، بس عارف المصيبه فين يا شيخ فاضل؟ المصيبه اللي كثير من الشيعة لا يعلمونها، ان الله سبحانه وتعالى قال في هذا الكتاب في سوره البقره في ربع إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية اللي بعديها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ليه الإمام كتم المصحف وخلاه مع؟ والله يبقى أنا لو شيعي وهذا حقيقي، أنا استغفر الله من الكلام تنزلا، يعني لو هذا حقيقي أتبرأ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأقول لا أريد إمامتك ولا إمامة أحفادك. أنت تجمع القرآن يا أمير المؤمنين وتخفيه عن الأمة، والسنة الصحيحة وتخفيه عن الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك 1000 باب، من كل باب 1000 باب، مليون باب، وتخفيه عن الأمة. قدمت لنا إيه بقى غير سكوتك على قصر الدلعي وكتمك للدين وسكوتك على اغتصاب الخلافة وسكوتك على اغتصاب الإمامة قدمت لنا إيه؟ وحاشا بأبي وأمي رضي الله عنه. ما شاء الله، يعني أنت عندك قدرة على الكلام أحسدك عليه. قول اللهم بارك يا شيخ، بالله عليك لحسن ده أنا تعبان اليومين دول والله. اللهم زد وبارك. كذا أنا خايف بس لا يجيك اللوز. لا الحمد لله شايلها، مش موجودة، ما تقلقش. أحسن، واضح أنك شايلها أصلا. الله يشرح صدري وصدرك يا شيخ فاضل، وإحنا سعداء بهذه المكالمة. تحب توجه كلمة للسنة والشيعة اللي بيسمعوك؟
لا، بالنهاية دائما أوجه أنا هذه الكلمة، بالنهاية الطرفين بشر، صدق. وفي قواسم مشتركة، من هم مثل ما يبين الإعلام أنهم الطرفين بدهم يذبحوا بعض ويخلصوا على بعض، يعني في قواسم مشتركة لو ينظرون جالك تليفون، جالك اتصال يا سيد يا شيخ فاضل، من وين؟ من وين؟ قولي الحقيقة. لا ما راح أقول لك. لا قول بس، عرفنا من وين. يعني من لبنان؟ تونس. تونس؟ اوه لعب البلية، لعبت. البلية تلعب. حياك الله يا شيخ فاضل، وان شاء الله يكون بيننا تواصل، وانا اقول للجمهور طيب. الشيخ فاضل يعني يعتبر في يعني صداقة بيننا وفي تواصل دائم واتصالات، وان شاء الله لعلنا نتقابل قريبا. والشيخ يعني وصل يعني مش عارف اقول ما شاء الله ولا ايه للبحث الخارجي. وانت هتوصل مرحلة السطوح امتى يا شيخ فاضل؟ السطوح من 15 سنة انهيت. السطوح قبل البحث الخارجي. يعني انت دلوقتي في البحث الخارجي. اه يا اما شوف، لو انت مرجع وبقيت مرجع بقى، انت تعتبر مرجع دلوقتي، وانا بقيت الوكيل بتاعك يا شيخ فاضل، واجمع لك الخمس من شيعة مصر ونقسمه انا وانت انا هسيبك بقى عشان المكالمه بتاعت تونس ديت، وان شاء الله يكون ما بيننا مكالمه ثانيه. يا حبيبي يا هلا. حياك، شكرا ليك شيخ فاضل. مع السلامه. نرجع عزيزي المشاهد، ماذا قدم الشيعة للاسلام؟ ما في، كما راينا الشيخ فاضل نسال الله ان يشرح صدره وصدره الحق، ويعتبر في مكانه مرجع، ما قدموا شيء، واعترف ان القرآن الصحيح اللي جمع مع الإمام. ماذا قدموا؟ لم يقدموا للإسلام شيء. طب تعالوا شوفوا بقى الابتلاءات اللي حدثت لهذه الأمة بسبب الاثني عشرية، وفعله إسماعيل الصفوي ونشره لهذه الديانة بالحديد والنار والقتل والتشريد في إيران، وماذا فعل الخميني في كل من خالفه، وماذا فعلوا في إخواننا الآن بقى لو نظرنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي الأحواز وفي غيرهم، وغير طعنهم في القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وفي أزواج وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقدموا للإسلام ولكن آذوا الإسلام والمسلمين. اللهم هدي الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. كان معكم المرجع فضيلة الشيخ فاضل الفرطوسي. حيا الله الإخوة والأخوات جميعا، اضغطوا لنا لايكات وإعجابات أيها الأكارم، اضغطوا لنا اعجابات، بارك الله فيكم، ولايكات. مين؟ تعالوا ما نشوف بقى الاعجابات دلوقتي بقت وصلت لكام، اما اشوف الاخوه فعلا مركزين معانا ولا لا. يا 556. ينفع يا موالين؟ ينفع يا موالين؟ بقالنا قد ايه؟ بقالنا ساعه ودقيقه و45 ثانيه. وفضل الفردوسي قال لي انت بتتكلم كده ليه؟ قلت له شكلي مش هكمل، الله المستعان. خلونا ناخد الاتصال اللي بعده. والله سؤال مهم جدا، ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ والسؤال الثاني، أيها الشيعي ادعونا إلى دينك. لن تجد أحد يقف معك أو يتحدث معك في ذلك. الشيخ أبو ذر فاكرينه؟ اللي أنا متصل عليه وزعل إن أنا سجلت المكالمة بيني وبينه. خلينا ناخد أبو ذر. لا هو مش من تونس، هو مش من تونس، هو من العراق. عليكم اهلا وسهلا بسماحة الشيخ ابا ذر، حياكم الله. كيف الاحوال؟ اهلا وسهلا. اهلا بكم يا شيخ، بشرونا عنكم يا شيخ ابا ذر. شيخ ابو ذر جزاكم الله خير ان شاء الله. صوتكم بعيد جدا، لماذا؟ والله لا ادري. الان جيد، اقترب من الجوال. جيد ان شاء الله. نعم، احببت ابشرك بامر يا شيخ ابو ذر. انقطع الصوت لحظة. لحظة، انتم الان في كندا؟ نعم انا الان في كندا. طيب احببت ابشرك بامر. نعم تبشرني بما؟ أنا بحثت في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب الكافي وفي الكتب الأربعة وفي غيرهم، ففي مسألة ماذا قدم الشيعة للإسلام، فلم أجد أي شيء قدمه الشيعة للإسلام غير تشويه سورة الإسلام من اللطم والتطبير والخمسة والمتعة وما شابه، فلم نرى أنهم قدموا للإسلام شيئا، فقط يشوهون سورة الإسلام. مرحبا شيخ الحمد لله الحمد لله، ما شاء الله بكم. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سجل هذا. طب أسجل هذا. طيب وعندك
يزيد ابن معاوية كان يقول يزيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سجل هذا. وتطير كتب حق، وأن الموت حق، وأن الملكين يسألان في قبر حق. أنت تعتقد أن الملكين يجيء في قبرك ويسألونك أشياء؟ طيب أنا أجيبك على اللي أنت قلته. أنا ما سألتكش يا شيخ يا سماحة الشيخ حيدر، أنا لم أسألك يا أبا ذر، لم أسألك ما هي عقيدتك، ما هي عقيدة الشيعة. أنا بسألك حاجة تانية. أنا سألتك ماذا قدم الشيعة للإسلام، ما بقولكش بماذا تعتقد أنت. أنا ما بقولكش أنت بتعتقد إيه من داخلك يا شيخ أبا ذر. أنا أتمنى تسمعني. وتاني حاجة أنت بتقول لي أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقولون وأشهد أن عليا ولي الله، وتقولون أشهد أن عليا ولي الله. أهو بوظتم في الشهادتين أهو. وتعتقدون أن الحسين يأتي إليكم في القبر ويحاسبكم. أنتم تعتقدون بذلك، تعتقدون أن الحسين يأتي إليكم في القبر ويحاسبكم. فهذا الموت اللي أنت بتعتقد منه، والأئمة يحضرون عند موتكم، فهذا هو فحتى العقائد اللي أنت بتعتقد بها خطأ. حياك الله يا شيخ أبو ذر. والسلام عليكم ورحمة الله. ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ الحمد لله كل الحقائق، الحمد لله كل الحقائق. التوحيد طيب أول حاجة التوحيد. أول حاجة يا شيخ أبو ذر، أنتم سقطتم في شرك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولو تحب أبين لك ذلك أبين لك. أبين لك؟ تبين لي. طيب أول حاجة شرك الربوبية عندكم في كتاب مدينة المعاجز لهاشم البحراني، وفي كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. قال أول حاجة، قال علي بن أبي طالب والله قد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، والإمام علي هو ربنا يوم القيامة. الإمام علي هو اسم الله الأعظم. الإمام علي أنا آخذ العهد الأرواح في الأزل أنا المنادي لهم ألست بربكم. وعندك هادي الربيع يقول علي ربنا يوم القيامة، ما تقوليش الرب بمعنى السيد. فالخلق والملك والتدبير بيد علي بن أبي طالب كما أنه بيد الله، وده شرك ربنا أشرك عليه معاه. توحيد الألوهية، وأنتم صرفتم العبادة لغير الله تبارك وتعالى فدعوتم الحسين ودعوتم الأئمة الاثني عشر من دون الله. توحيد الأسماء والصفات، فعندكم في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني قلتم ان الامام هو يد الله وعين الله وهم لسان الله الناطق. وعندك اسمه ايه دوت صدر المتألهين كان يقول بالجسمية، وفضحه كمال الحيدري وغيره. فانتم وقعتم في الشرك في توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. فما تقوليش التوحيد. ارجع اعيد عليك السؤال، ماذا قدم الشيعة؟ هذا ما يقول أهل السنة إنه يجلس على كرسيه وسع كرسي السماوات والأرض. يعني أنت بتكذب هذه الآية وسع بس إحنا كلمة يجلس هذه وين أهل السنة قالوا؟ هتنزل معك لأن أنا واخد على حاجات المعممين. نعم وسع كرسيه السماوات والأرض. أنت هتقول لي الكرسي بمعنى العلم وهتحاول تأول الآية كما أولتم. أنا لا أتكلم عن التأويل، أنا أتكلم عن التجسيم اللي أنتم وقعتم فيه اللي أنا أثبته لك الآن. فسقطتم في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أرجع علشان ما نغيرش الموضوع وننتقل لنقطة أخرى يا شيخ أبو ذر. أسألك وأقول لك ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ قدمتم إيه للإسلام؟ تفضل. انظر أخينا أن لله تعالى عندكم لحية كاللحية لي. لا أنا لا أقول أنا لله لحية عياذا بالله، لم نقل ذلك. دي من عندكم، من أكاذيبكم عادي. ما الخميني كان بيفخذ الرضيعة، مش هتكذبوا على أهل السنة وأنت من أتباع الخميني. سمعت الشيخ أبو ذر فعلا وأنت شكل سنختك زي الخميني. أنا بسألك وأرجع عليك وأعيد السؤال تاني، أنت ليه بتغير الموضوع؟ لم يقدم الشيعة للإسلام شيء يا أبا ذر. لو الشيعة قدموا للإسلام شيء كنت أنت بينته لنا الآن. ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ أجبني. هذا إن شرع من قصة الغرانيق إنكم طيب لا ضعيفة ولم تصح. أرجع وأعيد عليك السؤال تاني وموجودة عندكم في البحار. أرجع وأعيد عليك السؤال تاني، ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ أجبنا. لم يقدم الشيعة للإسلام إلا هو إلقاء شبهات حول الإسلام. النصارى بيدخلوا مواقع الشيعة ياخدوا شبهاتهم على الإسلام علشان يلقوها علينا أهل السنة والجماعة، لأن ما فيش حد من الشيعة بيرد على النصارى. أرجع أعيد عليك السؤال تاني يا أبا ذر، ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ عندك شيء الشيعة قدموه للإسلام تقول لنا عليه؟ اتفضل. أن الشبهات موجودة في أي مذهب، أن إن كانت في التوحيد إن كانت في يا عم ماليش دعوة بالشبهة وماليش دعوة بالتوحيد. أنا أعيد عليك السؤال تاني مليون مرة يا أبو ذر ما بتجيبش. ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ أخينا أن الشيعة يقول بالتوحيد الله لا ما بقولكش عقيدة الشيعة إيه يا عم، ما ترفعش ضغطي. ما بقولكش ما هي عقيدة الشيعة، انا بقول لك ماذا قدم الشيعة الاسلام تقول لي الشيعة بيقولوا بالتوحيد. يعني انا تقول لي ماذا قدم اهل سنة الاسلام، اقول لك قدموا انهم جمعوا القران، انهم نصروا الفتوحات الاسلاميه، نصروا الله ورسوله والقران اثبت ذلك الصحابه لان من اهل السنه وانت بتكفروا، ونصروا الاسلام والمسلمين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا وفعلوا. لكن انا بسالك ماذا قدم الشيعة للاسلام؟ اجبني بقى، قدم الشيعة للاسلام ايش يا ابا ذر؟ اخينا مهلا اخينا، اي من المفتخرات انتم تفتخرون به مثل فتوحات؟ نعم نسيت
اديك نسيت والله، الشيعة زي اخوانهم النصارى لا يرون فتوحات الصحابة هذه فتوحات، ويقول لك كانوا بيخرجوا من اجل المتعة والخبث، صح؟ يقول لك الصحابة خرجوا الفتوحات الاسلامية ليس من اجل شيء، سكر وهرب هجيبه تاني، خرج بيطعنوا في الفتوحات الاسلامية. ما انا بقول لك الشيعة لو كانوا موجودين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الاسلام ضاع، والله كان ضاع الاسلام لو الشيعة هم اللي موجودين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 ما فيش فتوحات، خلوا بقى اسلامكم كده في المدينة، اقعدوا لنا هنا بقى لحد يقول لي اطلع مثلا اليمن انشر الاسلام، ولا اطلع مصر، ولا اروح الصين، ولا اروح، لا خليكم قاعدين في مكانكم كده في تعبدوا الله، صلوا انتوا شويه اللي معاكم دول، ولادكم الحدوا او فعلوا او زنوا او سرقوا خليهم زي ما هم، وكل واحد بحريته، صلوا وصوموا مع حالكم كده. ما بقول لك ماذا قدم الشيعة الاسلام؟ حتى الفتوحات الاسلاميه بيطعنوا